النهارده هعمل لكم نوع من انواع العيش صعب جدا في التخمير، ولكن انا هعمله بطريقتي واخليكي تبقوا استاذه فيه. الطريقه سهله جدا، والتخمير بتاعه صحيح بياخد وقت في التخمير، ولكن في دقيقه هتقدري تعمليه. الفيديو ده بجد بجد ليكي. انا هعمل النهارده عيش او خبز السوردو. الخبز ده سهل جدا ان انت تعمليه. كل اللي محتاج منك ميه ودقيق، ميه ودقيق وخميره، وتقدري تعمليه بكل سهوله. هو مشكلته بس انه بيتخمر كذا مرة، وهو ده اللي بيساعد على طعمه وهشاشته وشكله اللي احنا كلنا بنحبه. الطريقة سهلة جدا، انتي بس كل اللي هتعمليه ان انتي تخشي على القناة بتاعتي وتشوفي الفيديو بتاعي، وانا عاملة مقارنة بينه وبين العيش الشمسي، لانه كمان العيش الشمسي بيحتاج مدة تخمير، ولكن العيش ده بيحتاج مدة تخمير اكتر منه بكتير. هي المشكلة في الطعم وفي الشكل. وبجد بجد لو شفت الفيديو للنهاية هيعجبك. تعالى اوريكي شكله اول ما طلع من الفرن شكله ازاي. بجد بجد تحفة. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم من كل جديد. مع السلامة.